صحة فطوركم، واش راكم، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جبت لكم روتيني كامل في الكوزينه، ان شاء الله يعجبكم. راح نبدا لكم بالوصفات اللي درتهم في ونقترح عليكم، يعني اللي تلفت لها كيما تعرفوا. غير تفوت 10 ايام الولا تبدا تتلف لينا وما نعرفوش واش راح نطيب واش راح نخلو. شوفوا هنا البنات، بديت بالشربة، بديت هيك نمرق بزوز برم باش ليه نكمل. يعني وبالطريقة تنظمي احوالك. شوفوا البنات، انا اول حاجة واش درت، جبت لي زيبيس تاعي كامل حطيتهم فوق البوطاجي. جبت البرم تاعي كون وجدتهم، كنت سخنت الماء حطيته يسخن وبديت في النصيب تاعنا. اول حاجه البنات كيما قلت لكم بديت بالشوربه. درت فيها الفلفل الكحل، درت فيها شويه كزبر، درت فيها شويه فلفل الكحل، ملح، زيت. يعني الكميه الكونتيتي اللي عندكم انتم، كما يعني على حسب افراد العائله تاعكم. هنا شوفوا البنات، درت شويه ثوم في الشوربه وحطيتها تتمرق. وزدت درت جلبانه البنات، لاصوص تاع جلبانه. شوفوا واش درت فيه، درت فيه شويه بصل، ثوم، فاح، فلفل الكحل، راس الحانوت، درت شويه زنجبيل، طروفه تاع اللحم كيما راكم تشوفوا. وحطيتهم حتى هما يتمرقوا هيك على جهه باش ليه نكمل. هنا البنات هما زوز برم يتمرقوا وانا نخلط. كي نشوف هذه بدات تخلط قد نزيد نرجع للبرمه الاخرى ويكون الماء تاعي سخن من هي. كي شفتهم تمرقوا مليح لحت الكميه تاع الماء اللي حابين هنا. وهنا لحت الجلبانه تاعي بعد ما كنت نقيتها بالطبع وغسلتها مليح مليح، غطيها وخليها. هنا الجلبانه درتها بيضاء. هنا رجعت للشوربه تاعي. تعرفوا البرمه تعطين شويه ثقيله في التمريق، باش تجينا يعني بنينه خلاها. هنا بعد ما تمرقت مليح جبت هنا كما تشوفوا بوكي تاع دبشه وكرافس. نحطه بالطريقه هذه، يسيب البنه تاعهم بعد نحيه باش ما تجيش فيه الحشاوش هذيك ياسر، الزوج تاعي ما ياكلهاش. وهنا رجعت اللحم تاع دجاج مرحي. درته تبلته، درت شويه فلفل الكحل، شويه ثوم، شويه معدنوس، شويه فلفل الكحل وشويه كزبر، ورحيته كامل مع بعضها. شوفوا البنات الطريقه هذه راح ندير لكم واحد الوجبه سهله وبسيطه. راح نحطها مع الجلبانه. شوفوا البنات، يعني كميه تاع ربع صدر دجاج فقط، يعني كميه قليله خلا تاع دجاج. هنا نجيبوا لي مول، هذا المول العجيب، ندهنوه بشويه زيت. البنات ما تنسوش شويه ملح وديروها يعني كميه على شابلير باش تجيكم يعني تجيكم طريه. الصدر تاع الدجاج كما تعرفوه راهو يجي ناشف بلا ما ديري له لا بيض لا حتى حاجه. ادهنوا يديك كيما هكا، ديروا بولات صغار وقرصوهم في المول هذا. بالطريقه هذه البنات راح تجيكم واحد يعني مقبله هكا وتقدميها مع الجلبانه. خير ما ديريه يبول وتحطيه كي بالطريقه هذه، يعني تحاولي انك تنوعي في الاطباق تاعكم. كما تعرفوا عندنا يعني اطباق متنوعه، والعبد كل مره يحاول انه يبدل في الطابله تاعو باش يقدم حاجه جديده. يعني ما نقعدوش في نفس الروتين نفس الاخر. شوفوا الكميه هذه عطات لي 5 ليمون. البنات مليانين مليح اللحم يعني. بالطريقه هذه شوفوا نحطوهم كيما هكا. نجيو ندهنوا الكسكاس تاعنا بشوي زيت باش ما يلصقوش ونكبوهم هكا على وجوههم. شوفوا بالطريقه هذه كبوهم كامل على وجوههم ونغطوهم ونحطوهم يفوروا. هنا نرجع للصوب. واش راح ندير البنات، درت بطاطا، درت سناريه، درت جريوات، درت كرافس، نص كعبه طماطم، ودرت نص راس فلفل. يعني اللي يحب الحار يدير، اللي ما يحبش ما يديرش البنات. وهنا درت كميه تاع 3 مغارف زيت، درت شويه لي زيبيس يعني حسب واش حابه نتيا. انا درت كزبر، درت شويه فاح، درت شويه ثوم، بصل، والزيت والملح بالطبع. يعني بالطريقه هذه انا ندير لاصوب تاعي وراح تجيب بنينه 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 البنات خلاها. هنا شوفوا البنات بعد ما تحطها نروح نزيد نحطها تتمرق. نمرقها نقص عليها ونخليها حتى يعني شوفوا لي زيبيس ديروا بكميه قليله خلا البنات. تعرفوا الواحد صايم وكي تكثر عليه التوابل يعني ماهيش صحيه ياسر كي تكثري منه. بالكميه هذه قليله خلا. ندير اقل من نص مغرف تاع القهوه الصغيره طماطم مرحيه، يعني باش ما تجيناش حامضه لاصوب تاعنا.
كيما قلت لكم شويه كزبر، شويه فاح، شويه فلفل الكحل، ونحط هذا مع شويه ملح، ونحط هذا تمرق لينا مليح. البنات نقصوا عليها وخلي الخضره طيب خلاه في الزيت وفي لي زيبيس هذيك، ومن بعد نلوحوا الكميه، يعني ما تكثروش الماء. البنات هذه نصيحه لكل وحده، يعني راهي دخلت طفله صغيره ودخلت الكوزينه، ما تكثريش الماء في البرمه تاعك، يعني بكي تعودي طيبي باش ما تجيكش ماسطه الماكله تاعك. بالطريقه هذه البنات راح تجيكم بنينه الماكله تاعكم. هنا درت زدت طروفه تاع زدر تاع دجاج، غير قطع صغيره برك. تعرفوا رمضان لازم الاقتصاد البنات، وانا في الطاوله تاعي يعني ولاتي ما يحبوش تاع طيبي في المثال شوربه ودوزيام بلا بركه، لا يحبوا يعني كميه قليله من كل حاجه، وندير يعني 4 ولا 3 بلاوات نحطهم لهم، يعني بكميه قليله خلاه، يعني ما نكثرش. هنا الشوربه تاعنا راهي طيب، جلبانه تاعنا راهي طيب. ودائما البنات اللي يدخلوا الكوزينه جدد دائما عينك على البرم تواعك، ما تقوليش نصبتهم وتنسيهم. لا يعني كيما تطلي تلقيهم صاي يتحرقوا ولا. شوفي واش ناقصهم، شوفي يعني كيما هكا تشوفي نقصت كيما الشوربه لا نقصتها طماطم زيدي، شوفي كيما هكا يعني باش تعرفي المرق تاعك. وشوفوا هنا البنات يعني الثقبه هذه من تخرج يخرج الفار تاع الاخرى، حتجيكم الماكله البنات في الطاجينه في البرمه تاع الطين، راح تجي يعني تجي ماكله بنينه خلا. شوفوا هنا البنات بعد ما فاروا لنا هذوك آه، الزدر تاع الدجاج اللي طيبناه، شوفوا بالطريقه هذه يتنحى لكم فاسيلمون. شوفي ليه تتنحى لكم، يعني غير هو والكعبه ما زالت يعني في الكسكاس وتنحى لكم. انا نحيتهم سخونه، انتم تحبوا حتى تخلوهم يبردوا. انا لذاق الوقت وحابه ننظم يعني حوايجي قد قد البنات باش من بعد ما تتخلط ليش ويعني ونكمل يعني نصيب تاعي مع الوقت قد قد نكملوا. يعني الميده تاعنا لازم توجد مع الوقت، يعني ماهوش بلا واحد اللي راح تنصبيه وتروحي تقعدي. يعني كما تعرفوا كل البيوت الجزائريه نحبوا نصنفوا وننوعوا، خاصه قلت لكم انا ولاتي ساير الايام يعني نحاول ان ندير لهم حاجه اللي ياكلوها غير بلا واحد. بس حكي تعود الايامات هكا في رمضان يحبوا التنويع، يحبوا كل مره يحبوا حاجه جديده. كيش صابر يعني بالرغم ما ياكلوش ياسر ولاتي عبالي بهم، بس يحبوا الميده تاعهم متنوعه. هذا هما يعني بولاتي البنات بالذراري، يعني بالطريقه هذه نحاول ان دائما نجيب لهم جديد، ندير لهم حاجه جديده في الميده تاعنا. وان شاء الله يعجبكم الفطور تاعي. هنا واش البنات جيت راح بعد ما نقيت البطاطا راح نفورها للبوراك. احنا البنات المكثر يعني معظم يعني البوراك تاعي ما نديرو لا بالفيون داشي لا بدان داشي، نديرو بالبطاطا، نديرو بالطون بالفرماج. يعني كاين ولاتي ياكلوا بالطون، كاينين ولاتي لا بنتي لا ما تاكلش بالطون. يعني نحاول اني نرضي جميع الاطراف في المائده تاعي تاع الافطار. هنا البنات راني ما نصبش ياسر، انا على هذيك الروتينات راني ما ندير لكمش ياسر، راهي غير ليندا اللي تنصب، هي تنصب بالمكثر هي. يعني انا من دخل رمضان صبت لها مره ولا زوز فرات، يعني كي نشوفها تعبت نولي نقول لها خلي ننصب عليك انا. وفي معظم الاوقات هي اللي تنصب. هنا كيما قلت لكم قرضت البطاطا تاعي، ندير لها شوي ملح ونحطها تفور، نغطيها بغلاق من الفوق ونخليها تفور، خير ما نغاليها بالماء طمسات ليا. يعني جربت الطريقه تاع الماء، جربت الطريقه هذه، لقيت الطريقه هذه ابن واصح كما يقولوا. خير تبقى محافظه على كما يقولوا المواد الغذائيه اللي فيها، ولا ما باليش البروتينات اللي فيها. هنا رجعت للسلطه تاعي. كما قلت لكم البنات لازم تنظمي وقتك في الكوزينه باش تعليه ليه تكملي وتكون يعني راكي تخدمي بنظام، تخدمي بكلش. البنات هنا البرم ما زلت ما لي زيبيس ما زلت ما طلعتهمش، خاطرش ما زلت ننصب على هذيك. جيت هنا قلت فكرت سلطه، رحت قلت نورقها ونحطها في الماء هكا تترنخ، باش من بعد نعاود لها غسلتين وثلاثه بالطريقه هذه. والبنات كيما تورقوها كيما هك، ديروا كميه تاع سكر هكا بين صباعكم وديروها، راح تجيكم فيها واحد البنه. والورقه تاعها راح يعني تولي شغل جديده كي غير وين نحيتوها من التراب. هذه الطريقه يعني قالتها لي وحده وجربتها جات صح. كي تحطي الورقات تجي من بعد تلقي الورقه شغل تشربت، ولا يعني شغل نبته وشربتيها. هنا راح نرجعوا للدوزيام بلا.
راح ندير شويه تاع كيما يقولوا المثوم ولا الدولمه كيما نقولوا حنا في جهه الشرق. هنا درت شويه بصل شويه ثوم، يعني الكميه تاع الثوم. شوفوا اللحم راهو غالي 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 خلا. الكميه هذه جابها لي الزوج تاعي ب80 ألف، وانا عندي ولدي حبها. وليت يعني واش درتهم البنات ما تضحكوش عليا، راني درت بولات صغار خلاها، ما تقولوش ساجد راهي طيب 4 و5 مرق. والله البنات كنت تحطيهم في صحن، كلها تلميهم في صحن يجوا صحن واحد. وعلى هذيك انا كيما قلت لكم دائما يحب ولاتي الميده تاعهم مليانه. دائما نقص في المثال. اليوم باش ندير دولمه غير دولمه وحدها لا، نحكم ندير نص اليوم ونص الغدوه. في المثال جلبانه جاب لي كيلو، ما نديرش كيلو في نهار واحد، نقسمه في المثال على مرتين ولا 3، يعني حسب. لا كانت جلبانه مليانه سواء ندير على 3 ايام، ولا كان جلبانه ناقصه شوي نقسمها على نهارين، نزيد معاها شوي سناريه، نزيد معاها قرنون كيما هكا، ونمشي كيما هكا في رمضان ما نفزد. وفي نفس الوقت نقتصد على قد ما نقدر. شوفوا الكميه، حتى تشوفوا البرمه المرميطه يعني اللي نصبت فيها راهي صغيره خلا. هاو الكميه تاع البنات اللي درتها هنا. درت لها البيض، درت لها شويه لا شابلير، شويه ثوم، شويه معدنوس، وخلطها هكا مليح خلا. شوفوا البنات، يعني كنت تلميها كامله ما تجيش يعني ما ديرلكش 5 كعبات. وانا واش درت البنات، يعني كما قلت لكم لازم المرأة تكون اقتصادية في دارها، تكون اقتصادية في كوزينتها. ندير هكا لي بول صغار، كمية صغيرة خلاه. شوفوا البنات قد ما نديرهم، والحمد لله يا ربي. ربي يحفظ النعمة ويحفظها من الزوال، ربي يحفظ لنا إن شاء الله، وربي يرزقنا من حيث لا نحتسب. هكا البنات تكون انتي فحلة في دارك وما تبذريش، وفي نفس الوقت ما تحرميش العائلة تاعك، خاصة انهم كامل كما ولاتي انا كامل صايمين، حتى من ساجد يحب يصوم. ما نحرمش ولاتي من الحاجة اللي يحبينها، وفي نفس الوقت نكون اقتصادية. شوفوا الكمية اللي درتها، يعني ما تجيش كون ياكلها فرد واحد، ما تجيش يعني ما تشبعوش. ورغم كاكا نديرها يعني عادي خلا. هنا رجعت راح ندير معاكم لي سوفلي. هنا واش درت نص كاس ماء ونص كاس حليب، فترتهم. ندير معاهم مغرفة تاع خميرة تاع الكسرة، تاع الخبز يعني. بالكميه هذه ما تعمروهاش البنات، كي عاد درت غير كاس واحد، يعني ما درتش كاس ماء وكاس حليب. زيدوا مغرف تاع سكر. شوفوا البنات انا عمرتها ياسر، نقصت خلاها ديروا نص مشي بومبي يعني، مغرف تاع الماكله الكبيره مسطحه. نخلطهم هكا بالفوي مع بعضاهم، ونزيد عليهم 2 مغارف ولا 3 تاع فرينه، ونحطهم نخليهم يطلعوا مليح مليح. ها بالطريقة هذه البنات، يعني حاولت أن نجيب لكم قداه وصفة في وصفة. هذا هو روتيني في الكوزينة. بديتوا البنات، بديت على الساعتين ونص كاكا بديت، يعني نسيت باش نصور لكم التوقيت ونعت لكم على قداه كملت ووجدت الميدة تاعي. رغم يعني قلت لبنتي روحي اليوم راهو عندك روب وخليني انا اللي نخدم عليك في الكوزينة، يعني مالفة هي تخدم وانا ندير لها غير الكسره والبوراك بركه، وهي تخدم الحوايج الاخرين. اليوم قلت لها لا روحي انتي ارتاحي ما تخدمي والو، خليني غير انا نوجد ليك. يعني خلا مسكينه والله غير تعبت في رمضان هذا، كل يوم هي طيب. هنا رجعت للحشو تاع السفلي. درت كمية تاع ربع زدر تاع دجاج، تسمى نص زدر تاع دجاج، قسمته على زوز، درت به هذاك اللحم اللي درته في الليمول. وهنا ثانيتك هذوك البنات يقولوا لهم عباد الشمس، يعني من بعد راح تزينوا بالفرماج ونزينوا بهذاك راح يجي شغل عباد الشمس. انا يعني غير اللي ضيق الوقت ما قدرش نصور لكم كامل. هنا شوفوا درت شويه فلفل اكحل. عندي انا ولاتي ما ياكلوش الحق، يعني هي تحب كيما السوفلي تحبي ديريه بلا زدر تاع دجاج عادي يجي، غير انا ولاتي ما ياكلوليش تاع الشكشوكه وذاك ما يحبوش ياكلوه. على هذيك درت فيه من اللحم. درت ربع صدر تاع الدجاج، درت شويه بصل شويه لي زيبيس اللي عندكم، يعني ما نقولكمش واش ديروا، كل وحده واش تحب باه تنصب. انا درت فلفل اكحل ودرت تفاح. هنا ونحطه على النار ونخليه ونحرك، ما تخلوهش البنات حتى يتقلى وهو مجمول، من بعد يجيكم مجمول وما يجيكمش مليح. هنا بعد ما خليته طاب في الزيت، يعني كميه برك تاع زيت، ديروا 2 مغارف تاع زيت بالكميه هذه، ما تخلوش ينشف خلاه باش ما يجيكمش شايح. شوفوا كيف خليته بالطريقه هذه. نحطه هنا في صحن.
نحط عليه الفرماج، نحط عليه الزيتون. يعني نتوما واش حابين الحشو تاع السوفلي تاعكم. درت عليه كميه تاع معدنوس. اللي عندها الكريم فريش تحب تزيد تدير باش يجيها مشرب، يجيها السفلي تاعها مشرب كيما تحبوا نتوما. هذه هي الطريقه تاعي في التحضير. البنات هنا جبت الفرماج تاع البيدون هذا، هايل البنات هايل. يعني شريت بيدون غير قريب نكملو غير غير نديرو فيه الوصفات هذوما ويجي بنين خلاه، يعني طعمته عادي. اللي عندها الفرماج رابي يعني الفرامج اللي حبيتوها نتوما. انا هنا شوفوا البنات بالطريقه هذه. زدت الفرماج هذاك وهي سخونه تحل بنات ولا يهبل يهبل، تجي شغل كريمي الحشوه هذه. هذه هي الطريقه تاعي. الملح البنات ما تنسوش غير كميه بسيطه من الملح. ها هو الحشو تاعنا وجد. هنا رجعنا للبطاطا بعد ما تفورت. بعد ما فورتها البنات يعني ما تديش حتى وقت في التفوار. هنا نجي نهزها هكا ونرحيها. تحبوا ترحوها بالاشوار ولا تحبوا. انا عندي الاله هذه نحب نرحيها، ما نحبش نديرها بالاشوار، تجيني شغل مايها هكا ما نحبهاش. يعني البطاطا تاع البوراك نحبها تكون متماسكه هكا. نرحيها وهي سخونه باش تترحى لي ليه. وندير الكميه تاع المعدنوس، نرحي وندير شويه معدنوس، نرحي وندير شويه معدنوس. هكا نكون خلطت كامل البطاطا تاعنا مع المعدنوس هكا بالطريقه هذه. انا ندير كونتيتي البنات ندير تاع 3 ايام، كل 3 ايام نفور هيك البطاطا ونحطها. ومن بعد البنات يعني الشي اللي عندي في الدار نديرو في البوراك. نحبوا نديرو نديرو بالبيض، نديرو بالجبن، نديرو بالطون، نديرو يعني طرشي، زيتون، اكحل اخضر. يعني كيما كل واحد كيما قلت لكم نحاول اني نرضي افراد العائله تاعي كامل. ما نديرش غير الحاجه اللي ياكلها فرد واحد والاخرين ما كي راهم صايمين. لازم كل واحد ندير له الحاجه اللي تشهاها والحاجه اللي يحبها. يعني كل وحده ادرى بالعائله تاعها وش يحبوا وش يكرهوا. على هذيك نحب انا دائما نعطيكم هكا الوصفات، نعطيكم وصفات هيك بسيطه. يعني في متناول الجميع. تقدري حتى ديرها كما قلت لكم بطاطا ومعدنوس وشويه بصل وشويه شويه لي زيبيس وخلاص. يعني راح يجيكم بوراك هايل. يعني انا ساعات يعود ما عندي والو ونحب هيك نتشهى البوراك نديرو غير بالمعدنوس، شويه فلفل كحل وشويه فاح وربي ورحمته هكا. والحمد لله على النعمه. مش المحتم العباد. العبد يكلف نفسه اكثر من جهدها. كما قلت لكم في قضياني تاع اول رمضان قلت لكم البنات غير بشويه بشويه. شوفوا رانا وصلنا ل 16 يوم والقضيه هذيك ما زالت ما فضت ليش. الحمد لله يا ربي. القضيه اللي نعتها لكم رغم بسيطه وما فيها والو. اللي حابه تشوف الفيديوهات تاع القضياني تاع رمضان تشوفوا يعني وتشوف باللي راني عندي. يعني رغم ان 6 افراد في العائله. ودايما حق البنات حق الصايم راهو يخرج من داري. ما نفطرش جامي، نفطر وحدي جامي، ندير فطوري وحدي وناكلو غير انا ولادي. الحمد لله يا ربي. هذه ماهوش رياء ولا راني قاعده نقول لكم باللي راني نخرج الفطور ولا لا، باش تشجعوا حتى نتوما وما تقولوش لا هذه الكميه غير تكفينا انا ولادي ولا غير انا في داري. شوفوا البنات غير ديروا قسمة يعني عابر السبيل وراح تشوفوا البنات كيفاه راح ربي ينزل لكم البركه في دياركم. وكيفاه راح يعني دايما تحطي طيبي غير لقمه تهزي منها طرف تخرجي الكميه هذيك اللي قعدت لك تقولي هذه واش راح تكفي. من بعد الحمد لله تكفي وتوفي وتفضل لهي. هنا شوفوا البنات بعد ما طاب لنا لاسوب تاعنا نجي هنا نصفيه. انا البرا ميكسر تاعي تحرق لي اللي نعدته لكم في مشتريات رمضان. والحمد لله يعني هذا كما يقولوا كل مرة. ويعني الحاجة كي تكتب ولا ما تكتبش رغم أني سلكت وكلش غالي. وهذا وعلى هذيك في زد راني حاول أنا حندي للخدام إذا تخدم ولا ما تخدمش. يعني بهذوما زوز ليبرا اللي نشريهم ويحبسوا لي في زوز الأشوار ثانيتك البنات تحرق لي. هاك تشوفوا في أشوار أخر خاطية ذاك تاعينا تحرق لي. هاني راح نزيد نديه. يعني الحمد لله يا ربي. هذه ابتلاءات من عند ربي سبحانه. وهنا شوفوا البنات بعد ما رحيتوا شوفوا بالطريقة هذه نرجعوا في اللاصوص.
كيما هكا البنات. ها هو لاصوص تاعنا هنا. واش راح نجي نزيد نديرلو؟ ولدي يحبوا بالفرماج ويحبوا بال كريم فريش. انا نديرهولو دائما هكا، ندير كميه تاع الفرماج ونزيد ندير كميه تاع 4 ولا 5 مغارف تاع كريم فريش فيه، راح تجي بنينه بنينه خلا. ولاتي ما يحبوش الحشيش ياسر كيما الدبشه والمعدنوس والكرافس، نحب نحطهم غير باقات كيما هكا، بعد النحيم غير يسيبوا الطعمه برك يكرهوا يشوفوا يلقوا يعني الماكله تاعهم فيها الحشيش. على هذيك دائما تعرفوني كي نحط الماكله ما نكثرش الحشاوش. انا شوفوا البرم تاعي راهم منصوبين هنا، هاني جيت نمرق في المثوم تاعنا ولا الدولمه. كل واحد كيفاه يقول لها نخليها تتمرق مليح. هنا دايما البنات اللي بغيتوا الماكله تاعكم تجي بنينه، مرقوا مليح، نقصوا النار ومرقوا بالماء سخون، ما تمرقوش بالماء بارد. بالطريقه هذه ان شاء الله البنات يكون عجبكم الفيديو. اللي عجبها الفيديو ما تنسانيش من جام وتبارطاجي الفيديو وتبعثوا للبنات اللي معاها في الماسنجر باش تكبر القناه تاعنا. وباذن الله راح نزيد نحط فيديوهات جديده باذن الله. هنا شوفوا البنات بعد ما كنت غليت الزيتون، يعني كميه 4000 ولا 5000 بركة يعني زيتون أخضر، غسلته مليح وغليته يعني مرة واحدة، يعني شريته جديد ماهوش يعني عندي من قبل تاع نبدله الماء. يعني كي جابه لي في الساعة ذيك وليت عطيته غلوة مليحة، ونقص دايما للملح للماكلة. حطيت لي بول تاعي في الاخر وخليتهم يطيبوا. هنا نرجعوا العجينة تاعنا تاع السوفلي. شوفوا البنات كيفاه طلعت، شوفوا فاضت فيضان. شوفوا كيفاه دارت الرغاوي. من هذه البنات الوصفة جربوها واعتمدوها في وصفاتكم اليومية، ما تستغنوش عليها الوصفة هذه، وجربوها وردوا لي الخبر. هنا واش راح نزيد ندير؟ راح نزيد ندير كمية 3 مغارف ما تعمروهمش مليح. انا كي درت كمية صغيرة ما عمرتش مليح المغرف تاعي، درت غير شوية يعني مشي مليانة بومبي تاع زيت، غير شوية. ونزيد الكمية تاع الملح يعني حسب واش درتي انتي عجينة. عينك ميزانك في الملح، ما نعطيكش الكمية قد قد. وهنا نبدا نشيح بالفارينة، غير نحرك هيك بالمغرف بركة، ونحاول أن نلم العجينة ومن بعد نستعملو يدنا. العجينة ما ديروها ما يابسة خلاها ما يطرية خلاها، تكون يعني حاكمة روحها باش من بعد تجيك خفيفة. لا يبستيها ياسر من بعد البنات راح تجيكم السفلي تاعكم ما يجيش خفيف، راح يجيكم معجن ويجيكم ملقط من داخل. هنا شوفوا البنات بالطريقة هذه راح تعجبكم الوصفة. جربوها البنات. وهاني كنا اقترحت عليكم مائدة من موائد رمضان اللي رانا حايرين، غير دخلنا 15 يوم بدينا نحيروا واش راح نطيبوا واش راح نحطوا، يعني غير المرق كلها جربناها طيبناها من العبد من طيبنا منا وراو نفس الروتين يوميا. نحاولوا ان دائما نديروا حاجه جديده في الطاوله تاعنا. واللي ما جربتش حاجه من الحوايج اللي درتهم اليوم في المائده تاعي، هاو الاقتراح انك تدخلي عندي وتدي يعني وصفة من الوصفات وجربيها يعني ومش راح تندمي عليها بالطريقة تاعي. يعني الناس كلها نعرفوا نطيبوا نعرفوا نديروا، بصح كل وحدة عندها طريقة خاصة في الطياب. يعني كل وحدة ممكن أنا حاجة ما نعرفهاش كيفاه طيبوها نتوما، ممكن تاعكم خير ممكن تاعي خير. يعني هذه ما نكونش كما يقولوا كل واحد كيفاه تعلم يطيب. انا بالطريقه هذه علمتني الوالده تاعي، وممكن انتم ثاني كل وحده كيف علمتها الوالده تاعها، وكل وحده كيفاه تعلمت بالطريقه تاعها، ونكونوا نتعلموا من بعضنا. واللي يعني اللي شافت حاجه يعني ما تطيبش كيما هكا تخلي لي في التعليقات زي ما تطيب، وانا نحاول اني حتى انا نجربها على طريقتكم انتوما، وكل وحده كيفاه تجي. هنا شوفوا البنات هاي الطريقه، شوفوا الكميه تاع العجينه راح تعطينا يعني على قد افراد العائله تاعي. انا البنات يعني كيما قلت لكم الافراد تاعي راهم 5 بركه، وعابر السبيل راهو معايا في الفطور، لازم يوميا فطوروا. راهو واحد من ولاتي لازم نخرجوا وخلاص. انتم البنات ثانيتك دايما ديروا حاجه كيما هكا، دايما ديروا الفطور، دايما ديروا الزياده. شوفوا شكون اللي ما فطرش حتى ولو فطر خرجي، المهم خرجي فطور من فطورك تحسي بواحد الراحه. يعني سبحان الله. هنا راح نجي بالكسره تاعي. هنا واش درت البنات 2 خبز كسره، درت ليهم كميه تاع الزيت كيما راكم تشوفوا، درت شويه سينوج ولا
الحبه السوداء كيفاه كل واحد كيفاه يقولها. احنا نقولوا له الكمون الكحل، يعني صراحه ندير كميه قليله تاع الخميره، وندير شويه ملح. الكميه حسب الدقيق اللي لوحته. خلطت شويه فرينه وشويه دقيق، لانه الدقيق تاعي يكون نديرو وحدي ويجي يابس حجر، يعني مش مليح. دايما نخلط معاه كميه تاع الفرينه كيما هكا باش تجي الكسره تاعنا طريه، رغم تبسيه وكلش، بصح كي تحطيه في الطاجين يعني ديريه وحده راح يبس. هنا ندير الكميه تاع الماء، الماء يكون فاتر، وخلطي وشوفي اذا ناقص زيدي الماء، واذا قد هذيك هي، يعني خليها شويه كيما كل وحده على حسب الدقيقه، هي تعرف الدقيق تاعها. انا هكا كيما البنات الدقيق تاعي يشرب على هذيك، نحب ندير لها شويه طريه، من بعد غير نحطها تترنخ شوي نرجع لها نلقاها يبست قد يعني الكسره معجونه. تحب اللي بوسه، ما تحبش يعني واحد يديرها طريه ياسر، ولا يديرها يعني خاصة طرية، ما ديريهاش طرية. هنا كيما قلت لكم البنات الدقيق تاعي راهو يشرب، خليها شوي طرية، ومن بعد نحطها في ساشي ونخليها تترنخ. غير تترنخ شوي نجي نشوف نلقاها يعني يبست. هنا شوفوا البنات لازم كي تعودوا تبلوا في الكسرة، المبتدئات هاني نعلم في البناتي كامل اللي دخلوا هنا صغار وحابين يتعلموا، لازم الحواشي تاع القصعة تاعك تلميهم كامل، ما تخليهمش ما تخليهاش يعني القصعة تاعك فيها العجينة حتى يعني تخليها لميها كامل، حطيتها في صاشي وخليتها تترنخ. هنا نرجع للعجينة تاعي، هاي رحت لها ليندا بنتي راح تكورها لي باش دير بها السوفلي. ها بالطريقة هذه. ديروا كوريات هكا، ولا تحبوا ديروهم يعني كرة واحدة، ومن بعد ديروها في المول هذا تاع السوفلي، يعني راهو يتباع في الفيلاج، يعني يتباع في الحوانت، ويتباع يعني كما يقولوا بسومه قليله، بصح عنده عمل يخلع. البنات اللي مازالت ما شراتوش غير ما طراتيش تروح تشريه، يعني قيله مزوز في بعضهم ب15,000 ولا ب20,000. انا عندي مده قريب 7 سنين من شريته ولا 6 سنين، يعني اول ما خرجوا شريت منه لبناتي ثاني، كل واحده شريت لها زوز، واحد صغير واحد كبير. هذا الكبير دايما نحب ندير به خطاكش لهليه تكملي، ولهليه يعني كبير في ضربه تكملي وش حابه انتي. هنا نحطوا الحشوه تاعنا، طربتي هكا تعبزي مليح وتنحي هاي الزوائد هذوما. بالطريقه هذه البنات راح تجيكم هايله. شوفوا الحبه كيفاه تجي على ضربه، تجي تهبل وتجي يعني لاصقه بالطريقه هذه. هنا البنات نزيد ندير حبه اخرى معاكم كما راكم تشوفوا. نحاولوا ان نقرصوها يعني واحد سنتيمتر. نزيد نحطوا الحشوه تاعنا بالطريقه هذه ونحطوها. من بعد البنات واش نجي نديروا الكميه هذه عطاتني 6 حبات. نجي هنا ندير الاصفر تاع البيض، وندير معاه كميه تاع خل باش تنحي الريحه هذيك، ونحكم ندهن الحبات تاعنا بالطريقه هذه. نحبوا نحطوا البنات كعبات تاع زيتون هكا نرشقوهم شويه جلجلانيه وندخلوهم للكوشه. ها بالطريقه هذه. هذيك الكعبه البنات شويه جات لي فازه، قلت والله غير راح الحال لاني منحيه لاني مدايرتها. هنا شوفوا البنات بعد ما وجدوا ها هما زي ما جاو وخرجوا حموره. البنات يهبلوا. هاي ليندا بنتي تنعت لكم فيهم، ان شاء الله يعجبوكم البنات، واللي يعجبها الفيديو ما تنساش بارطاج وجيم، وخلوا لي تعليقاتكم. شوفوا البنات جاو خفاف خلاص. كيما قلت لكم دائما نحب ندير الحاجه اللي ياكلوها ولاتي. وها هو هنا فطورنا واجد. هام هذم هذه لاصوب بعد ما درت لها كريم فريش. هذه الدولمه تاعنا. هنا حبه تاع تمر، هنا الزلابي ولاتنا لازم يفطروا بالزلابي. هنا مرقه حلوه عندي من قبل، زدت عندي شويه كعبات تحوت هيك قليتهم، والحمد لله ربي يدومها نعمه وحفظها من الزوال. ان شاء الله البنات يعجبكم الفطور تاعي. احنا دائما البنات نحبوا نديروا الحاجه اللي ناكلوها، نديروا الحاجه اللي ياكلوها وليداتي، ما نديرش الحاجه اللي ما ياكلوهاش ولاتي ما نديرهاش. هنا بعد ما فطرت كما تعرفوا بعد ما تقهوينا شربنا قهوه، قعدنا شوي ريحت، وهنا رجعت للماعن. كما تعرفوا الماعن ما يفضوش خلاص. غير فطرنا. هزت لي بنتي الصينيه وقلت لها زيدي روحي اقعدي درك نكمل عليك انا الماعن. هنا شوفوا البنات نحط بسينه للغسيل وبسينه للتمصميص هكا، ونحط من بعد نحط البنات يعني نحطهم يسقطروا كامل،
والصباح يعني نقعد الغدوة الصباح باش نحطهم نرجعهم لبلاصتهم هكا، نكون شيحت الماء نتاعنا. ان شاء الله البنات يكون عجبكم الفيديو، واللي عجبها الفيديو ما تنسانيش من جام بارطاج للفيديو. وما بقى لي غير نقول لكم اتهلاو في رواحكم وصحة سحوركم، وفي امان الله في فيديو جديد باذن الله. سلام.